ما تبقاش ضيق الهمة وانت بتطلب من ربنا، بس اعرف هتفتح منين. ساعة ما تقول يا وهاب بتطلب اللي ما تستحقوش. يعني الحاجات اللي تلاقيها كتير على قدراتك قول يا وهاب. من هو الوهاب؟ الذي يتجلى بعطفه ورحمته فيعطي من لا يستحق ما لا يستحق. سيدنا سليمان قال ايه وهو بيتكلم عن اسم الله الوهاب؟ هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسيدنا سليمان لما جه يطلب الملك، وانا بقول لربنا ملك ليه شرط، عايز ابقى رئيس على المملكه دي واملكها كلها ظاهرا حتى الانس والجن اشتغلوا عندي خدم. طب ده مش من ملكاتك كانسان؟ وما اعطيناش لنبي قبلك كده. كل الانبياء امرناهم بالزهد، امرناهم بالسجود، امرناهم بترك. انت عايز ازاي وتبقى ولي؟ قال له انا عايزها كده. قال فوهبنا له ذلك. ليه وهبوا ذلك؟ قال لانه عرف المفتاح، استعطف الفتاح بمفتاح اسم الله الوهاب. وطالما جيت من طريق ده فامن او امسك بغير حساب، ويدي ما يديش ومحدش عليه سؤال. سليمان وثق في كرم الوهاب فوهبه كرما من غير حساب. لما رأى الله في قلب سليمان حقيقة المعرفة بتجليه أعطاه من غير حساب.